يلا بينا على اول درس من دروس اولى اعدادي ازهر. خليكم معايا كده وركزوا على اول درس. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك كل تركيه الدرس بتاع كل درس وانت ركز معايا فيها. اولا انا عندي هنا كده علم النحو. هقول له علم النحو هو قواعد ليه بقى قواعد جايه لضبط اواخر الكلمات العربيه ومعرفه احوالها اعراب وبناء. بس قال هري ده كله؟ لا مش هري ولا حاجه. قواعد، احفظ معايا كده قواعد. القواعد جايه عشان ايه؟ لضبط، تضبط لك. هتضبط مين؟ هتضبط اخر الكلمه، اخر الايه الكلمه. لما اقول كلمه مثلا محمد، انا عايزه اضبط اخر الكلمه بس مش اكتر. او محمدا، او محمد، ومعرفة أحوالها إعراب ولا يعني الكلمة دي معربة ولا مبنية. وطالما الكلمة دي قبلت الإعراب بالفتح والضم والكسر يبقى كلمة إيه؟ معربة. يبقى قواعد لضبط أواخر الكلمات العربية، وهنعرفها كمان أحوالها من ناحية الإعراب ومن ناحية الإيه؟ البناء. نخش على حتة تانية كده. علم النحو أنا ممكن أسميه بحاجة تانية غير علم النحو. ممكن نسميه علم الإعراب. علم الإيه؟ الإعراب. قرب الكاميرا شوية. طب من علم النحو يا ميسي بيتكلم في إيه؟ بيتكلم في الكلمات العربية بس من جهة الايه الكلمة دي معربة ولا مبنية. وهنتكلم في الإعراب والبناء بتفصيل جامد جدا جدا. نخش على الحتة دي بقى. فايدة علم النحو ايه فايدته؟ بصوا يا بابا الهري ده كله لخصه جامد. يعني أول حاجة يقوي اللسان. ما هو يقوم يعني يقوي، هي يقوي اللسان. ايه ده يا مس؟ يحفظه من اللحن من التحريف. يحفظ قارئ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من اللحن والتحريف. يبقى أول حاجة هيقوي لسانك، هيحفظه من اللحن. هيحفظ اللي بيقرأ القرآن والسنة النبوية التحريف والنبوية الشريفة من اللحن والتحريف. بيساعدك يعني يساعد على فهم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة عن الحديث والأساليب العربية عن البلاغة. فهم صحيح نقف منه على إعجاز القرآن الكريم. يبقى أول حاجة يقوي اللسان، يحفظه من اللحن. يحفظ اللي بيقرأ القرآن والحديث من اللحن والتحريف. يساعدك على فهم القرآن الكريم والحديث واللغة والبلاغة فهما صحيحا. طيب ايه بقى اللي خلى الناس حطت علم النحو؟ سبب وضع علم النحو. السبب اللي خلانا نحط علم النحو هو ظهور اللحن في لسان العرب. اسأل سؤال هنا. لماذا ظهر اللحن في لسان العرب؟ بسبب اختلاطهم بالأعاجم اللي هم الأجانب. طب احنا اختلطنا بالأجانب ليه؟ بسبب اتساع الفتوحات الإسلامية. فساعتها الناس الولاة اللي هم الرؤساء بتاع البلد خافوا ان اللحن يتسرب للقرآن الكريم والحديث. فقالوا قالوا نعمل علم النحو. جميل. طب مس نشأة علم النحو نشأته بقى هقول له يا مس يروى ان اول من كتب في علم النحو، اول واحد كتب في علم النحو هو ابو الاسود الدؤلي. وخلي بالك من الاسم ابو الاسود الدؤلي. مين اللي قال له؟ سيدنا علي بن ابي طالب. وساعتها الراجل ابو اسود الدؤلي ده بقى كتب علم النحو وحط القواعد بتاعته وراح لسيدنا علي بن ابي طالب وقال له ايه رايك؟ سيدنا علي قال له ما احسن هذا النحو الذي نحوته. ومن وقتها بقى اتسمت علم النحو. يعني هو كانت قواعد ابو الاسود الدؤلي وراها لسيدنا علي فقال له النحو اللي انت نحوته جميل، اللي انت كتبته القواعد دي جميله، فسموه علم النحو. يبقى سبب وضع علم النحو ظهور اللحن في لسان مين؟ العرب. يا جماعه ظهر ليه؟ بسبب اختلاطهم بالأعاجم بعد اتساع الفتوحات الإسلامية. ساعتها خاف الولاء أن يتسرب لحن فين؟ القرآن والحديث. طب إيه فايدته يا مس؟ إن هو بيقوي اللسان بس؟ لا، ويحفظه من اللحن. جميل. بيحفظ قراءة القرآن الكريم منين؟ من اللحن والتحريف. بيساعد على فهم القرآن والحديث والبلاغة فهما صحيح. عم بخليك تفهم القرآن والحديث والبلاغة فهم صحيح. مس موضوعه الكلمات العربية من جهة الإعراب والبناء. يعني النحو كله بيتكلم في الكلمات العربية بس. علم النحو ممكن نقول عليه اسم تاني علم الإعراب. تعريف علم النحو قواعد ضبط آخر الكلمات العربية ومعرفة أحوالها بناء وإعرابا. بناء مس. يبقى علم النحو أقول له قواعد ضبط يا جماعة؟ بنضبط أواخر الكلمة محمد ومحمد ومحمدا. يبقى بنضبط أواخر الكلمات العربية. وبنعرفها كمان الكلمة دي معربة ولا مبنية. طالما خدت ضم وفتح وكسر يبقى كلمة معربة. لكن لو ما خدتش ضم بس او فتحه بس او كسر بس يبقى دي مبنيه. وانا اعرف البناء والاعراب في فيديو كامل هنزل لكم تحت في صندوق الوصف. هتلاقوا الاعراب الفرق بين الاعراب والبناء في تمثيل ليا منزلاه بصورتي في التمثيل وشرح كل حاجه فيه. خلاص. قواعد ضبط اواخر الكلمات العربيه معرفه احوالها اعرابا وبناء. علم النحو علم الاعراب موضوع الكلمات العربيه من جهه الاعراب والبناء. ورايا بقى كده فايدته يقوي اللسان، يحفظه من اللحن، يحفظ القران والحديث من اللحن والتحريف، فهم القران والحديث اللي بيشوفه كذا.
يبقى كده خلصنا اول درس. ان شاء الله استنونا باذن الله في فيديوهات تانية كتيره باذن الله. ده اول درس في تعريف علم النحو في اولى اعدادي. استنونا ان شاء الله في درس جديد اللي هو الدرس التاني من دروس اولى اعدادي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.